كل ركاب أتوبيس 6 في كل مكان، أهلا بيكم. أنا مي علام ودي محطة برنامج حكيم زمانه. كل مرة في برنامج حكيم زمانه هنقرأ مع بعض شوية أقوال للسادة الفلاسفة والسادة الحكماء والسادة الأدباء، ننقل فيها خبراتهم عن موقف معين في حياتنا، يمكن نستفيد من اللي بيقولوه لو عرفنا نطبقه صح على اللي بيعدي علينا. فاصل صغير وارجع لكم على طول نشوف السادة الحكماء هيقولوا لنا ايه النهارده. كل ركاب أتوبيس 6 رجعت لكم بعد الفاصل. أنا مي علام ودي محطة برنامج حكيم زمانه. بصوا بقى، أنا النهاردة الحقيقة جايبه لكم موضوع مهم جدا في حياتنا. شوية قراءات كده قريتها وقعدت أقلب في شوية أفكار وشوية كلام، لقيت إن إحنا كبني أدمين ما بنقدرش نخطي خطوة أو ننجح نجاح نحس بيه ونستمتع بيه إلا من خلال فكرة الدعم النفسي. يعني إيه فكرة الدعم النفسي؟ فكرة إن حد دايما بيشجعك، بيقولك برافو، خطي، انت عملت حاجة حلوة، انت انجزت، كمل. انتوا عارفين يا جماعة الكلام ده قد ايه مؤثر، قد ايه بيدي البني ادم فينا باور انه يعني يقدر يزود نجاحه او يقدر يتجاوز العقبات اللي بتقابله. قد كده فكرة الدعم النفسي فكرة مهمة جدا، وده يمكن اللي اثبته المقولات اللي احنا هنقولها النهاردة عن السادة الحكماء. اول مقولة معانا بتقول: أتمنى أن تجد في حياتك شخصاً يهتم بأدق تفاصيلك، يتباهى بإنجازاتك مهما كانت بسيطة، يدعمك وأنت تركض نحو أحلامك، يطمئنك ويحتويك في أشد لحظات وحدتك. أتمنى أن تقع في غرام شخصاً واحداً يكتفي بك عن العالم ويحبك كما تستحق. خطوات صغيرة قالها هنا الحكيم، وطبعا هي كلها أمنيات لطيفة جدا أنا كمان بتمناها لكم. فكرة أن تجد في حياتك شخصا يهتم بأدق تفاصيلك. فكرة الاهتمام هنا هي فكرة المتابعة، فكرة أن أبقى جنبك، مشاركك، يعني شايف خطواتك، بحفزك، عارف أنت بتعمل إيه، ودايما بديك دفعة أنك تخطي الخطوة الصح. فكرة كمان إنه الشخص ده يتباهى بإنجازاتك مهما كانت بسيطة، يعني مش يضحك عليك أو مش يجاملك، هي مش ده القصد أكيد. فكرة إنه دايما بيدعم الإنجاز الصغير اللي بكرة هيبقى إنجاز كبير. أنت لو ما خدتش الدعم النفسي ده يمكن ما تقدرش تكمل، يمكن تحس بقلة قيمة الشيء اللي أنت بتعمله، وهنا أنت هتعطل وتقف. كمان فكرة إنه الشخص ده يطمئنك ويحتويك في أشد لحظات وحدتك. يمكن فكرة الوحدة ومراجعة النفس، أنت ساعات بتبقى مش عايز حد يتكلم معاك، مش قادر تقابل حد، لكن هو شخص واحد بتسمح له باختراق وقت الوحدة إنه يبقى موجود جنبك. أنا عايزة أقول كمان إنه أنت اللي بتبقى محتاج وأنت حاسس بالوحدة إنه الشخص الوحيد ده يبقى موجود معاك. شخص واحد يكتفي بك عن العالم ويحبك كما تستحق. وأنا بدور في الأقوال بتاعة الدعم النفسي لقيت إنه فكرة الدعم النفسي مرتبطة قوي بفكرة المحبة. هنا الحب مش لازم يكون اتنين مرتبطين أو حب شريك الحياة. أي حد بيحبك وموجود في دايرة تعاملاتك هتلاقيه دايما فرحان لنجاحك، فرحان بإنجازاتك، هتلاقيه دايما بيدعمك. فيمكن القراءات كلها أثبتت إنه الدعم النفسي ودعم النجاح مرتبط قوي بفكرة المحبة، إنه حد بيحبك فبيزقك عشان تخطي. معانا مقولة تانية بتقول: كانت الوحيدة التي جعلتني أشعر للمرة الأولى بأن كل طباعي الحادة وأفكاري المشوهة وهدوئي الذي يشبه هدوء الأشباح هي أشياء قابلة للحب، ليست أشياء قابلة للتغيير بل للحب. أعطت كل جزء مظلم مني حبا هائلا، منحتني شعورا بأنني مميز بسبب كل تلك الأمور التي طالما كرهتها في نفسي. عظمة،
يعني بجد المقولة دي يعني حسستني بنوع من البهجة. حد بيحب حد من غير ما ينقي أو يفصله على مزاجه. يعني أنا بحب كل الأشياء اللي موجودة في الشخص، وأنا كمان عندي القدرة إنه يعني أخليه يحول مساوئه لمميزات، ويحب إنه هو من نفسه يتغير أو يحولها لأشياء إيجابية من غير ما أنا أطلب منه أو أتأمر عليه أو أفصله على هوايا وعلى مزاجي. زي ما قلت لكم إن فكرة الدعم النفسي مرتبطة تماما بفكرة المحبة، بفكرة إني مرتبط بالشخص ده ومآمن بيه بالحلو اللي فيه والوحش اللي فيه كمان. كل ركاب أتوبيس 6 أتمنى لكم كل الدعم وكل المحبة عشان تقدروا تحققوا في حياتكم كل اللي بتتمنوه وزيادة. كنتم معايا أنا مي علام في برنامج حكيم زمانه. دمتم بخير.